السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا وصفة دجاج مميزة جدا. يلا نبدأ، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ابن عبد الله. معنا دجاج متقطع قطع بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. هنقول لكم على أجمد وصفة لعمل الدجاج. يلا نبدأ، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ابن عبد الله. أول خطوات التحضير معانا صاج، هنزل كمية زيت، معلين النار على أعلى حاجة. هنجيب هنا الدجاج بتاعنا ننزل بيه بسم الله. نزلنا بالدجاج زي ما احنا شفنا، مش هنحركه لحد ما ياخد لون معانا. في المرحلة دي هبتدي احرك الدجاج بتاعي بعد ما خد لون. طبعا وصلنا للمرحلة دي بغطي عليه شوية عشان يساعدني في السوا. تعالوا نشوف الدجاج بتاعنا. احنا شايفين طبعا خد لون وبقى 3/4 سوا. بصل شرايح هنقلب. هنسيبه يقعد لون. بعد ما البصل احمر معانا هنجيب هنا بهارات فلفل اسمر. معانا فلفل اسمر، بهارات لحم، وهنا معانا الملح. بس المكونات دي بس يا جماعه. هو لازم يتلسع معايا كده عشان يديني ريحة الشوي بالظبط. دي خطوة مهمة جدا، لازم الصاج معايا يتلون بالطريقة دي عشان يديني التست اللي انا عايزه. خطوة مهمة جدا. في المرحلة دي بجيب الطماطم، بنقلب على نار عالية زي ما احنا قلنا. اغطيها شويه الطماطم بتاعتي تدبل. بسم الله. طبق مميز جدا وريحه روعه، مفيش اي ريحه للدجاج، ريحه الزفاره ابدا. رفعنا على النار شويه عشان عايز الطماطم بتاعتي تنشف شويه عن كده. مش هنحط اي حاجه تانية غير اللي احنا حطيناها. طبق مميز جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. الدجاج بتاعي هنا جاهز، هنقدمه. في منتهى الجمال والروعة. لو جربناه مرة مش هنبطل نعمله بالطريقة دي. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم معلومة من الفيديو ادعمونا بلايك، فعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.